مرحبا بكم اليوم الناس كود في راديو بليسي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. اكدت مصادر اعلاميه بانه تم القاء القبض على رجل الاعمال النهضاوي سمير كمون صاحب مصنع خمور وموزع بالجمله، واضافت ذات المصادر بانه تم حجز 3 مليارات بمكتبه، وهذا ما كشفت عنه ايضا الاستاذه وفاء الشاذلي على صفحتها الرسميه بالفيسبوك بانه تم الان ايقاف رجل الاعمال كما قلنا سمير كمون صاحب مصنع خمور وموزع بالجملة له علاقة برجل غنوشي حسب تسجيلات المكالمات، وتم حجز 3 مليارات بمكتبه. كما أكدت أيضا جريدة الحرية التونسية في مقال سابق لها على موقعها الرسمي بأن رجل الأعمال سمير كمون من أكبر بارونات في البلاد، وتمكن من امتيازات من طرف وزارة التجارة، ولقي حظوة من يوسف الشاهد ومن حركة النهضة حتى بات يعرف باللاعب الاحتياطي للنهضة. كما سبق وأن تداولت أوساط باحتكار رجل الأعمال سمير كمون للزيت المدعم، حيث يبيع اللتر الزيت المدعم ب5 دنانير عوضا عن 900 ملي، ويقوم بتعبئته في قوارير بلاستيكية ثم يروجه باعتبارها زيت غير مدعم. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، هذه الحكاية وما فاهم، ما تنسوش تعطوني رايكم فيما يخص الموضوع هذا، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.